يا ترى مين عين شوقي في بيت جعفر العمدة؟ يا ترى دلوقتي عايدة ولا وعايدة مصلحتها طبعا ان هي تاخد فلوس، ولا يا ترى مرات جعفر العمدة اللي هي اخت شوقي؟ يا ترى هي عين شوقي التانية في بيت جعفر بعد وداد؟ طبعا هيحصل مفاجأة وهيتضح ان هي اخت شوقي هي اللي خطفت ابن جعفر من وهو صغير عشان تنتقم لاخواتها. واخوها شوقي لما راح لها البيت هددها وقال لها ان انتي سبت اخواتك التلاتة عشان خاطر جعفر العمدة. وطبعا شوقي هيستغل طبعا سجن جعفر هيقتل سيد اخوه. طبعا شخصية سيد شخصية صعبة جدا يعني وضعيف الشخصية. فمراته بتروح تستفزه في المحل وهتفضل تستفزه فهتوقعهم في بعض وشوقي هيقتله. وهنا لما شوقي راح البيت لأخته راح عشان يهددها ان هو هيموتها. ده كان كلام قدام طبعا ضرتها وقدامهم عشان ما يشكوش فيها، انما هي متفقة معاهم على كل حاجة وهي عايزة تنتقم من جعفر. هو لما راح هددها وقال لها انت سبت اخواتك وتخليتي عن اخواتك علشان خاطر جعفر، واخوكي اللي مات برضو سبتي حقه عشان خاطر جعفر. هنيجي بقى لوداد. وداد زي ما قلت لكم هتفضل تستفز في سيد وسيد يغلط وهيقع مع شوقي وشوقي هيقتله. وطبعا شوقي لما راح السجن يزور جعفر العمدة قاله ان هو اللي خطف ابنه، وقاله ان هو عمل حاجات كتيرة جدا وهو ضرب اخوه وهان عيلته كلها في السيدة وما عادش ليهم اسم. وفي دماغه ان جعفر مش هيطلع، لكن جعفر هيطلع من السجن وهيقتل شوقي وهيقتل اخوه.